حميد، انت فين يا ابو حميد؟ بس حضرتك عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله ماشي حالي. ربنا يكرمك يا رب. ايه الاخبار يا ابو حميد؟ الحمد لله الدنيا يعني كويسه. قعدنا اول امبارح مع المجلس العسكري، شويه حاجات كانوا لطاف فيها يعني ووافقوا عليها بس ما ادوناش جدول معين زمني، وحاجات تانية قفشوا فيها خالص. وايه الاخبار تاني؟ تمام لسه بنحاول نجمع يعني عاملين بنعمل اجتماعات يوميه مع الناس في القاهره والمحافظات. عملنا مجموعات كتير الحمد لله في الفتره اللي فاتت دي في المحافظات كتير يعني. بس وشغالين، وفي برضه كذا حد عارف برضه يتصرف في مقرات في كذا محافظه، بحيث برضه يكون لنا مقر بقى بيافطه وشغالين في اطار تاسيس جمعيه دلوقتي مؤقتا لغايه ما نشوف موضوع الحزب دوت. يعني مش رافضينه بس لسه ايه، عايز برضه ترتيبات تانيه، ونبدا نظبط قواعدنا وورقنا وكل حاجه لغايه ما نعرف ننطلق يعني. بس لا، لو عملت حزب باسم فقط من غير ما كل القواعد ملوش لازمه. احنا اسمنا لا هو اهم حاجه ان انت موجود في الشارع. بالظبط، احنا لينا اسم كويس يعني، اسمنا الحمد لله اسم عالمي يعني، معروف في دول كتير كمان، واسم مؤثر في نفس الوقت. ولينا كمان قواعد فبننميها بحيث لو عايزين نتحول حزب عندنا قواعدنا موجوده يعني، نغير بس اليافطه مش اكتر من كده يعني. لا انا رايي ان انت طبعا لو تريد بخدمه الجماهير اكتر، ان انت تعمل خدمه للناس اكتر، بعدين من خلال الخدمه دي تتحول الى حزب، ده طبعا ده احسن تفكير. بس هي المشكله كلها في الوقت، الوقت مش ساعتنا. الوقت مش ساعتنا خالص، وعايزين مجهود ضخم عشان نعرف نعمل حاجه، عشان تعرف تجيب مقرات في كذا مكان، وتجيب اجهزه وتجيب كراسي وتجيب وتستقبل الناس، وتعمل برامج تدريب للناس اللي جايه وتشغلهم كمان. عشان لو جم الناس دي لو جت من غير ما تلاقي شغل ليهم، غير ما توظفهم في حاجه في خدمه او وتستغل مجهوده هيمشي يعني حاجه. طب قول لي يا احمد، انا من خلال مجموعه من الاصدقاء ان هو ممكن انت محتاج التمويل قد ايه بالنسبه عشان مقراتك؟ يعني على الاقل مثلا مقر في كل محافظه، نبدا بيه مثلا مقر في كل محافظه. كل عندنا دلوقتي في حدود 10 محافظات، بلاش 10 محافظات خليهم 7 محافظات رئيسيه يعني. عندنا مجموعه كبيره تهتم اكتر بالمحافظات الفقيره اللي انت تبقى متواجد فيها، فاهم قصدي ايه؟ وبعدين اخرج على المحافظات الثانيه. يعني خش على المحافظات اللي هم حتى الاخوان المسلمين التواجد بتاعهم فيها ضعيف. هي مجموعه كبيره طبعا في العريش، هي مجموعه كبيره هناك، وفي ناس بتساعد برضو في حاجه زي كده يعني. هو هقول لك على حاجه، انا يعني في مجموعه من اصدقائنا ان هو يعني المصريين عايشين في انجلترا على اتم استعداد ان هم يعني انا كنت قاعد اتكلمت معاهم وبتاع مش عارف ايه، فبالعكس احنا ممكن نعمل لك فاند ريزنج، فانت شوف انت محتاج احتياجاتك قد ايه ونبتدي نتكلم يعني. تمام خلاص، كلمني قول لي مثلا احنا محتاجين كذا عشان نفتح كذا. اعمل حاجه مبدئيه كده وابعت لك على الميل. نفس الميل اللي بعت لك عليه قبل كده ولا اتغير؟ هو نفس الميل. خلاص اوكي ماشي. خلاص بعت لي. انت قعدت في الشقه ولا لسه؟ النهارده ظبطنا وجبنا شويه كراسي ودفعنا الكهرباء ونضفناه ونبدا. تمام ربنا يكرمك وكلمني على طول. اعمل يعني عايز اي حاجه قول لي على طول، اتفضل يعني. تمام ان شاء الله. خلاص حبيبي، يلا على الله يخليك.